زيادة السعة التخزينية وتحقيق الاكتفاء الذاتي جهودات وزارة التموين والتجارة الداخلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. من بداية فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية وبدأت سلسلة من الإنجازات اللي في طريقها إنها تتحقق في جميع المجالات، وكان من أهم الإنجازات دي المشروعات اللي نفذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال ال9 سنين اللي فاتت، واللي تضمنت مشروعات كبرى وشركات مهمة وصلت مصر لمرحلة الأمن الغذائي، وده بالرغم من الصعوبات الكتير اللي كانت عقبة في طريق تحقيق الإنجازات دي، لكن في ظل جهود الدولة قدرت تتخطاه. ونجحت الوزارة في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تتجاوز ال6 أشهر، وخلال ال9 سنين اللي فاتت ما شهدتش الدولة أي مشكلة في توفير سلع غذائية معينة، وده وسط مشاكل وأزمات كتير مرت بيها عدد من الدول. واعتبرت مصر إن تحقيق الأمن الغذائي من الأولوية القصوى للبلد. وعاصرنا طبعا كلنا فترة كورونا، ده غير التغيرات المناخية وغيرها من الأزمات. طب تعالوا نتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن الإنجازات اللي حققتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر. كانت من أهم الحاجات اللي أخذت اهتمام الوزارة هو توفير السلع الأساسية، وطبعا السكر يعتبر من أهم السلع، واللي شهد في الفترة دي قفزة كبيرة في نسبة الاكتفاء الذاتي الخاص بيه، ووصلت ل 91%. وكمان الدواجن واللحوم، واللي قدرت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي منهم. وكمان تم طرح مشروع لإنشاء 7 مخازن استراتيجية، وده بالتعاون مع القطاع الخاص، وكان الهدف منه تزويد مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين. وتم الاتفاق كمان على تنفيذ مشروع أسواق اليوم، ودعم المشروع الجانب الإيطالي بمبلغ 2 مليون يورو. ويعتبر المشاريع ده من أكتر المشاريع المهمة جدا لدعم سلاسل الإمداد والتموين، سواء للمنتجات الزراعية أو المنتجات الغذائية. وساعدت عملية التقليب والتبخير في الصوامع في زيادة السلع التخزينية لأهم المحاصيل زي القمح، وقدرت الدولة تحافظ عليه لمدة وصلت لأكتر من 1.5 سنة، وقلت نسبة الهادر من القمح اللي كانت بتتراوح من 10 ل 15% من المحصول. والوزارة ما وقفتش عند كده في خطتها لزيادة القمح وزيادة سعته التخزينية، واستهدفت كمان زيادة السلعة بأنها توصل لأكتر من 5 مليون طن، وده بالاتفاق مع البنك الدولي لتمويل صوامع توصل لأكتر من 750 ألف طن. كمان دور وزارة التموين في تعميم نظام ماكينة الصوامع، واللي ساعد بشكل كبير في معرفة الصادر والوارد من القمح، وده من غير ما أي عنصر بشري يتدخل. بالنسبة بقى لمجال التجارة الداخلية، فضمن خطة التطوير تم تنفيذ أسواق للجملة على مستوى الجمهورية بمستويات عالمية، وده بالتعاون مع شركات كبرى فرنسية، والشركات دي متخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة. وتم إنشاء 29 سوق جملة، وده بهدف توفير السلع والمنتجات واستقرار الأسعار. وبكده تكون مصر قدرت تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزيادة السلع التخزينية للمحاصيل المهمة، وتوفير كمان الأسواق والأماكن التجارية ودعم المزارعين بأكتر من طريقة.